رسالة اليوم ماشي بحال أي رسالة كتحمل واحد السر بسيط، وحنا اتفقنا على أن السر وعارفين بأن الأسرار أو السر الأسرار الحقيقية ماشي شي حاجة خارجة علينا. السر هو حنا، وكل مرة غنمشيو ونفكو سر من الأسرار اللي ساكنة فينا، وهذا الشيء ذكرناه في الرسالة اللي فاتت اللي عندها اللي كتكلم على السر. اللي ما عمره ما سمعها، اللي ما عمره ما شافها، يقدر يرجع لها هنا في القناة. نبداو خوتي. اليوم السر اللي غنهضر عليه صغير، ولكن إلا فهمتيه يقدر يقلب حياتك 180 درجة. نبداو بمثال بسيط. فاش كتكون خايف من شي حد، كيف ما كان نوع هذا الشخص، وخايف يجرحك، يرفضك، ما يفهمكش، بلا ما تحس كتبدا تصدر هذا الخوف بحال رادار كيطلق إشارة غير مرئية. كتولي كتفكر بزاف، كتحلل كل كلمة، كل تصرف، كل حركة. كتحس براسك كتسنى شي حاجة توقع، وغالبا كتوقع فعلا، وكتقول ها هو دارها بحال ما كنت خايفة، شي بحال كنت حاسة بها. ولكن الحقيقة هي ان هاد الشخص هذا ما دارهاش بالصدفة، دارها لأن الطاقة ديالك كانت كتطلبها من غير ما تحس، من غير ما تحسي. الكون ما كيسمعش لكلماتك، ما كيهتمش بيا ربي صايب ليا يا ربي يهديه. الكون كيسمع غير رادار اللي خرج من قلبك، واللي مخزن في الخوف. هو الطلب الحقيقي. خايف من الغدر كتعيشه، خايف من الحكم كيتسلط عليك، خايف من الفقد كيجيك في سيناريوهات بطريقة أو بأخرى، وكتقول مال هاد الناس علاش ديما كيتعاملوا معايا بهذا الشكل. وبالحقيقة هاد السيناريو انت اللي صنعتيه من الداخل ديالك وظهر لك في الخارج. لا اختي، ماشي هما، لا خويا، راك انت اللي طلقتي هاد الطاقة. مثلا كتكون خايف ماما تحكم عليك، كتدخل لعندها وانت مقبوض، وكتقول، كتهضر، كتجاوب معاها بخشونة أو توتر، وهي كده تحكم عليك فعلا. ولكن إذا بدلتي الداخل، دخلتي مرتاح، ماما غتجاوبك براحة. راه الناس كتجاوبنا على الذبذبة اللي فينا، ماشي على الكلام اللي فمنا. نفس الشيء مع أي علاقة تبدل الخوف بالأمان، كتبدل التوتر بالثقة، وكل شيء كيبدا يتبدل. ماشي هما اللي تبدلوا، انت اللي تبدلتي. والكون فقط عكس لك النية اللي زرعتي في القلب. وهذه حقيقة صغيرة ولكن فيها عمق كبير، وكتخبي سر عظيم من أسرار العلاقات. وهذه الرسالة محتاجة قلب مفتوح ومستعد يفهم العمق ديال الكلمات، باش يقدر يفهم الشفرة اللي فيها، حيث كل كلمة فيها كنز. وغندير حلقة خاصة ورسالة خاصة على الخوف، باش الصورة توضح أكثر لكل واحد باقي ما فاهمش شنو كيدور داخله. ونعطيك واحد الكلمة أخيرة. هذا الباب اللي فتحنا اليوم راه واحد من الأبواب كثيرة في موضوع العلاقات، وكل باب فيه عالم، فيه محاور ماشي سهلين: طفولة، تعلق، الجرح، الإهمال، السيطرة، الخوف من الحب، وما زال بزاف. وانا اليوم حطيت لك مفتاح من مفاتيح الطريق، ولكن كل واحد خاصو يجتهد. الا كان فعلا كيقلب على راحة باله، كيقلب باش يفهم راسو، يفهم ذاته، ويقلب ويسمع قلبه ويتسنى التوقيت ديالو.
وحتى أنا غير مني نحس براسي جاهزة نهضر على محور آخر غادي نرجع ليك ونفتح باب جديد. حتى لذاك الوقت خلينا مع القلب وخلي العقل يرتاح شوية.